أسوأ تجربة ممكن تعيشها لطفلك طول حياته إنه يبقى خايف يتحرك في بيته، خايف يتكلم في بيته، خايف يتصرف بشكل عفوي، خايف من كل رد فعل ممكن باباه أو مامته يعملوا معاه. لو أنت وصلت لطفلك للمرحلة دي، الطفل بتاعك هيطلع طفل خايف، جبان، مش عايز يتعامل مع الآخرين، مستني رد فعل طول الوقت، خايف ياخد خطوة لأنه خايف من رد فعل الآخرين. انت كده بتضر طفلك. انت طول الوقت لما بتوصله، انت كده متخيل ان انت بتوصله لدرجة من المثالية، دي مش مثالية. لازم تفهم ان الطفل لازم يبقى عنده جزء كده بنسميه التعلم بالخطأ، وده معناه ان الطفل يخطأ ويتعلم من الخطأ اللي حصل له، ولكن انت دورك بيكون دور توجيهي. فانت بلاش تبقى مثالي زيادة عن اللازم، او المثالية اللي زيادة عن اللازم دي بتوصل الطفل لدرجات سيئة جدا 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 من الخوف والعند بعد كده.